دعوة من معهد العالمين للدراسات العليا. حضرنا اليوم في مدينة النجف الأشرف مؤتمرها الأول الموسوم أزمة التعديلات الدستورية. أعتقد اليوم التعديلات الدستورية من المطالب الشعبية اللي نشكر الجهة المقامة معهد العالمين للدراسات العليا بإقامة هذا المؤتمر، حيث نرى ضرورة تعديل هذا الدستور بعد أكثر من 18 سنة لتطبيقه، لأن الدستور ككل القوانين الأخرى يحتاج إلى تغيير والتعديل حسب الظروف المستجدة لكي تواكب التغييرات التي تطرأ على سطح المجتمع من الناحية السياسية والاجتماعية والاقتصادية. بداية نحيي مؤسسة بحر العلوم هذه المبادرة ومعهد العالمين لاستضافة هكذا مؤتمر مهم، مؤتمر أزمة التعديلات الدستورية. في الحقيقة يعني أكثر من 50 بحث من رجال قانون أساتذة الجامعات، ونحن كتاب الدستور شاركنا في كتابة الدستور اليوم، أدلينا بوجهات نظرنا قراءة ما قمنا به قبل كذا عام، يعني 2005. نسعى من أجل الخروج بحلول. وهل الدستور هو الأزمة، هو سبب الأزمة، أم أن تعديله هو مشكلة؟ لا، المؤتمر اللي عقده معهد العالمين بعنوان أزمة التعديلات الدستورية قد جاء في وقته وفي زمانه ومكانه المناسبين. الدستور حقيقة أمضى ونظم العملية السياسية منذ عام 2005 وحتى عام 2010. بعد 2010 أصبح بحاجة ماسة لإجراء تعديلات جوهرية عليه، ولذلك عقد مثل هذا المؤتمر من أهل الاختصاص، من أهل الخبرة، مفيد جدا في تعزيز قضية أو الضغط على القرار السياسي للإسراع بإجراء تعديلات جوهرية على الدستور. من هنا تأتي التفاتة معهد العالمين للدراسات العليا بعقد أعمال مؤتمر أزمة التعديلات الدستورية، مستجيبة لحاجة المجتمع والدعوات المتكررة لإجراء التعديل. ليس الإشكال في أن يكون هناك نقص في الدستور، ولكن الإشكال الأكبر أن نتغاضى عن الحاجة للتعديلات. من هنا تأتي أعمال هذا المؤتمر لتستجيب للمطالب المتزايدة بإجراء التعديلات الضرورية على الدستور إن شاء الله. وأعتقد أن مسألة طرح التعديلات الدستورية في مثل هذا وقت يعتبر موضع مهم وأساسي، على اعتبار أن الدورة النيابية حاليا في ظل الضغط الشعبي وفي ظل الحوار السياسي تسعى إلى الذهاب بشكل جدي وأساسي نحو تعديل الدستور. وبالتالي كل الآراء التي ستطرح في هذه المؤتمر، كل الحوارات التي ستتم وستجرى على ضوء هذا الجلسات ستؤدي إلى الوصول إلى نتيجة أساسية حول مدى جدية التعديلات والنصوص التي يتم الأخذ بها باعتبارها مرشدة للتعديلات الدستورية واللجان الدستورية السابقة. نتمنى لإخوتنا في الحكومة العراقية وفي البرلمان العراقي أن يكلل جهودهم بالنجاح في تخطي هذه الأزمة وفي الانتقال بالبلاد إلى دستور أفضل، تكون نتائجه أفضل وتنعكس إيجابا على النظام السياسي في حال تم تعديل أو تنقيح الدستور، بما ينعكس إيجابا أيضا على أمن وأمان المواطن.